السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض خضار سوتيه بطريقة سهلة جدا. عايزة اقول لكم مجموعة خضار مع بعض مع عيش الغراب او المشروم. طريقته سهلة جدا جدا، يا رب تكون سهلة عليكم ان شاء الله تجربوها. حابة اشكر كل الناس اللي بتدعمني ومتشكرة لكم جدا بجد، كلنا بنكبر مع بعض وببعض. طريقة سهلة جدا، لو انت بتحبي الاكل الصحي او اكل دايت هتعمليها بالطريقة دي. طريقتها حلوة جدا، يا رب تكون سهلة عليكم ان شاء الله. حابة بس أشكر كابتن نادر، أنا ماشية معاه على النظام دايت أونلاين بجد تحفة. عايزة أقول لكم ممتاز جدا جدا والله. يعني عايزة أقول لكم أنا بقالي كتير جدا بحاول أعمل دايت، مش عارفة بصراحة. طبعا كنت باخد علاجات كتيرة جدا وكورتيزونات وحاجات زي كده، ما كنتش عارفة صراحة أظبط الحتة دي. وبصراحة رحت لدكاترة كتيرة جدا جدا، ما جابش معايا أي نتيجة الصراحة. انا والله يا جماعه ما اعرفه ولا يعرفني ولا اي حاجه، انا بس مشتركه معاه بقالي 3 شهور. ما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين، نزلت رقم كويس جدا. من المكان ده فعلا بحب اشكره بجد، ربنا يوفقه يا رب في حياته ويصلح حاله يا رب ان شاء الله. هو اسمه كابتن نادر نيازك، لو اي حد حابب ان هو يدخل يشوف يعني النظام بتاعه ايه وكده. يكتب على الفيس كابتن نادر نيازك بالعربي او بالانجلش. والله يا جماعه انا ما اعرفوش ولا اي حاجه، بس حابه بس اشكره بجد من المكان ده، لان هو فعلا جاب نتيجه كويسه جدا معايا. كفايه ان وراكي حد بيدور عليكي كده اول باول طول النهار معاكي على التليفون. عايزه اي حاجه بيقول لك كلي ده ما تاكليش ده. طبعا ما فيش اي دكتور بيعمل كده، انا رحت لدكاتره كتيره جدا بصراحه وجربت الكلام ده ما شفتش كده. متشكره لك جدا يا كابتن نادر، وربنا يوفقك في حياتك يا رب. وربنا ييسر لك الامور ان شاء الله وتحقق كل اللي نفسك فيه. ندخل بقى مع بعض في الخطوات عشان ما اطولش عليكم، ونشوف المكونات اللي معانا ايه. ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، ونشوف المكونات اللي معانا ايه. انا عندي دي بطاطسايه متقطعه مكعبات كبيره شويه كده، ما نصغرهاش عشان ما تتهريش معايا. وعندي دي بصلايه هنقطعها جوليان، بس مش هنقطعها دلوقتي عشان لونها ما يغيرش معايا او ريحتها تغير. ده عندي مشروم او عيش الغراب، بنجيبه بنمسحه بحته قماشه مبلوله او منديل مطبخ، بنمسحه بيه كده بالشكل ده. وبعد كده بننشفه بحته قماشه تانية او بمنديل تاني، بيطلع معايا بالشكل ده. بنقطعه حتت سميكه شويه، ما نرفعهاش. نسيت اقول لكم، بس احنا بنقشر الطبق اللي بره دي، لو انت حابه تضيفيها زي ما هي براحتك. بس كده باينه نظيفه خالص اهي. معايا هنا طبعا الخضار بتاعي، معايا فلفل حراق وجزر وكوسه متقطعه شرايح، وفلفل اصفر، فلفل احمر، فلفل اخضر. طبعا المكونات اللي انت حابه حطيها. عايزه تعملي المشروم بس لوحده مع البصل مفيش اي مشكله. عندي هنا معلقه صويا صوص على معلقه دبس رمان. لو مش متوفر عندك صويا صوص، ممكن تحطي معلقه عسل ابيض عادي. عندي هنا دي عصره ليمونه. معايا مكعب مرق الدجاج، ملح وفلفل ورشه قرفه قرنفل صغيره جدا. وهنا عندي فصين توم فرماهم. مكونات سهله وبسيطه جدا جدا. تعالوا بقى نروح على النار ونشوف المكونات اللي معانا ايه. تابعوا معايا الفيديو للاخر، لان لسه في مكونات هنضيفها ان شاء الله هتعجبكم جدا. طريقه سهله جدا جدا وبسيطه، يا رب تكون سهله عليكم ان شاء الله. كده حبيبي، انا حطيت الصينيه بتاعتي على النار، يفضل لو عندك جريل كمان افضل طبعا. انا حطيت هنا معلقه سمنه فلاحي، طبعا الماده الدهنيه اللي انت بتفضليها حطيها براحتك مفيش اي مشكله. بس طبعا بما اننا بنعمل اكل صحي، يا نضيف سمنه فلاحي يا اما نضيف زبده نيوزيلندي او زيت زيتون المتوفر عندك. واول حاجه عندي يا حبايبي هنعملها، نبتدي نجيب المشروم بتاعنا كده بالشكل ده، نبتدي نحمره كده معايا شويه على النار. انا عايزاه ياخد معايا تحميره كده كانه مشوي معايا بالشكل ده. انا هضيف عندي معلقه زيت زيتون كده بالشكل ده عشان يتحمر معايا حلو. وكده زي ما احنا شايفين بدا ياخد معايا لون كده بالشكل ده. انا محتاجه اللون ده بيبقى حلو جدا على فكره، وبيدي طعم مختلف تماما. وعندي كده في المرحله دي ابتدي اضيف الثوم بتاعي كده بالشكل ده، بيدي ريحه حلوه جدا دي على فكره. طبعا الريحه اختلفت تماما، طبعا ريحه الثوم مع المشروم تحفه بجد. ممكن نكتفي نعمل المشروم كده بالطريقه دي زي ما احنا عاملينه كده بالشكل ده من غير اي حاجه خالص، ونضيف عليه بس الثوم والبصل والتوابل بتاعتنا، بيبقى برضه حلو جدا. هبتدي بقى اطلع المشروم بتاعي في طبق عشان احمر بقيه المكونات اللي معايا. وكده خلاص انا شلت المشروم بتاعي، ابتدي بقى اضيف عندي الكوسه بالشكل ده كده. برضه هنعملها زي نظام المشروم بالظبط كده، تدي تشويحه طعم حلو قوي. بفضل انها تتعمل كده على فكره، ممكن تتعمل نيه، بس هي بصراحه الطريقه دي بتبقى طعمها احلى وبتخليها كده مكرمله معايا وطعمها حلو. نعلي النار عليها بقى، انا كنت مهديه النار. هنحمرها بنفس الطريقه زي المشروم بالظبط كده. يا حبايبي شايفين الكوسه بتاعتي بدات تاخد لون معايا كده بالشكل ده. عايزاها برضو تدبل معايا خالص، تبقى حلوه كده.
وكده حبيبي خلاص الكوسه بتاعتي اخدت لون كده بالشكل ده، شايفين لونها روعه ازاي. هطلع بقى الكوسه واحط البطاطس مكانها، اضيف البطاطس وبعد كده الجزر والحاجات دي وهكذا لغايه ما اخلص الكميه اللي معايا كلها. زي ما قلت لكم ممكن تعملي الخطوه دي وممكن تستغني عنها وتعمليها سوتيه على طول، بس صراحه الخطوه دي بتدي طعم حلو جدا بجد. هطلعها بقى معايا ونرجع نشوف شكلها. واضيف كده الخضار فيها بقى اللي فاضل معايا مره واحده كده، زي ما عملنا الخطوات اللي فاتت هنعمل الخطوه دي. لو انت حسيتي ان الدهون بتاعتك قلت شويه ممكن تضيفي معلقه زيت زيتون او معلقه سمنه تاني، مفيش اي مشكله. وده كده شكل الكوسه والمشروم بتاعي بعد ما اتحمروا، شايفين لونهم تحفه ازاي. هكمل بقى الكميه اللي فاضله وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. وكده حبيبي خلاص انا طالعه الخضار بتاعي بالشكل ده كده، اضيف مكان البصل احمره وارجع اوريكم شكله. وكده خلاص البصل بتاعي بدا يكرمل معايا كده بالشكل ده، انا عايزاه ياخد لون معايا عشان يدي طعم حلو فيه كده بالشكل ده. اوصله بس اللون الذهبي كده معايا، لونه حلو قوي طعمه حلو قوي. نبتدي كده في المرحله دي نضيف التوابل بتاعتنا كلها مع البصله كده. اول ما الريحه تطلع معايا ابتدي اضيف الخضار بتاعي كده بالشكل ده. هضيف الخضار كله معايا ما عدا المشروم، هسيب المشروم لاخر حاجه عشان هو بيستوي بسرعه جدا ما بيستحملش. كده خلاص اتبل معايا بالتوابل كلها. هبتدي اضيف معلقه الصويا صوص او دبس رمان او العسل اللي انت متوفر عندك. لو انت حابه الاكل الصحي خالص ما تحطوهاش، هي بصراحه بتيجي تيست حلو قوي كده بالشكل ده. واضيف حوالي كوبايه ميه سخنه بس عشان الخضار بتاعي يستوي معايا. طبعا زي ما اتفقنا المشروم بنحطه اخر مرحله، عشان عايزه الخضار بتاعي يستوي كويس هضيف حوالي نص كوبايه الا ربع كده ميه سخنه، طبعا حسب ما بتاخد معاكي كده بالشكل ده. انا ضفت حوالي نص كوبايه وشويه كده بس. اغطي الخضار بتاعي بقى واسيبه يستوي كويس وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم احنا ممكن نضيف الموضوع ده، نضيف عليه فراخ بانيه نقطعها مكعبات كده ونضيفها في الاول خالص تتحمر معايا برده بتبقى حلوه جدا. بس هدي على النار بقى وغطيها واسيبها تستوي براحتها ونرجع نشوف شكلها. وبما اننا حبايبي عاملين الاكل بتاعنا صحي النهارده هنبتدي نقلي مع بعض فلفل وبتنجان نشوف هنقليه ازاي. انا عندي دول معلقتين بس زيت زيتون، وده عندي بتنجان ابيض وبتنجان اسود. طبعا المتوفر عندك اعمليه مفيش اي مشكله. نبتدي نقطع الراس بتاعته كده بالشكل ده، نفتحه كده نحطه كده معايا على النار. طبعا كلنا عارفين الزيت الزيتون ما بيسخنش على النار. نبتدي نعمله كده بس ونسيبه يحمر معايا. اول ما يبتدي يطشطش معايا كده ويحمر نبتدي نهدي عليه النار خالص ونسيبه يستوي براحته عشان يطلع معايا مستوي طري حلو من جوه، ميبقاش ناشف ومجلد معايا. تمام كده هسيبه شويه على النار وارجع لكم شكله. شايفين كده لونه معايا كده بدا يستوي خالص اهو كده بالشكل ده. هبتدي بقى اطلعه واضيف الفلفل كده. خلاص حبيبي طلعنا البتنجان بتاعنا كده بالشكل ده، شايفين لونه كده عامل ازاي. اغطيه بقى عشان يطري معايا طبعا لان احنا حاطين كميه زيت قليله جدا، فعشان ما يطلعش ناشف ويبيض معايا اغطيه واسيبه شويه لغايه ما اخلص الفلفل. اغطيهم كلهم مع بعض ونشوف هنتبله ازاي. كده كمان الفلفل بتاعي بدا يحمر معايا بالشكل ده، مش محتاجين بقى دهون تاني ولا حاجه خلاص. هم اخر حبه فلفل هو هيحمر معايا من بتاع الزيت اللي موجود عندي في الطاسه بتاعتي او الصينيه بتاعتي. بس نحمره كده ونرجع نشوف شكله. وكده خلاص الفلفل بتاعي خلص بالشكل ده، شايفين لونه كده عامل ازاي، احمر خالص معايا وزي الفل اهو. وكده حبايبي خلاص انا خلصت الفلفل والبتنجان بتاعي قليتهم كده بالشكل ده. انا عندي دول معلش التليفون ما كانش بيصور. حطيت 3 4 فصوص توم كده دقيتهم في الهوم مع شويه ملح وشويه كمون وحته فلفلايه خضراء، دقيتهم كلهم مع بعض وبعدين قطعت طماطمايه صغيره كده ودقيتها معاهم وحته فلفل حراق كان عندي في الفريزر. هنا هضيف عندي نص ليمونه كده بالشكل ده وهضيف عليهم معلقه خل حلوه كده. نبدأ نحشي بقى البتنجان بتاعنا كده بالشكل. طبعا هو لسه سخن معايا، بفتح كده بالمعلقة بالراحة كده بالشكل ده وابتدي احشي كويس جدا من جوه. عايزه اقول لكم التتبيله دي بتخلي البتنجان روعه. البتنجان الابيض بتاعي مش انا اللي جايباه بقى، اللي جايبه ناشف شويه فجاي مبصدر من جوه. طبعا لما تيجي تجيبي البتنجان امسكي البتنجانيه كده وتاكدي ان هي طريه من جوه عشان ما تبقاش ناشفه معايا. شوفوا ما شاء الله مستوي جدا من جوه اهو، شايفين كده الشكل ده. بس هكمل بقى الكميه اللي فاضله وارجع لكم. نضيف طبعا على الفلفل كده بالشكل ده من بره كده عشان يحدق كله معايا. هكمله بقى وارجع لكم.
كده حبايبي خلاص انا خلصت البتنجان بتاعي. انا استبعدت بس واحده من اللي هو الابيض، حسيت ان هي ناشفه شويه استبعدتها. عايزه اقول لكم بصوا ما شاء الله شكله روعه بجد، وعايزه اقول لكم الريحه جميله جدا والطعم تحفه، مستوي جدا وشكله حلو قوي معايا. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله وتجربوه كده ان شاء الله. لو وصلت لغايه المقطع ده ما تنسونيش بقى لايك وشير وتفعلوا الجرس يوصلكم للاشعارات ان شاء الله. نكمل بقى المكونات اللي معانا ونرجع نشوف معانا ايه. كده حبايبي شايفين الخضار بتاعي ما شاء الله بدأ يكرمل معايا خالص ازاي، استوى جدا في بعضه وطعمه تحفه بجد. عايزه اقول لكم ريحه جامده جدا بجد. طبعا هنبتدي بقى نضيف عيش الغراب بتاعنا، مش عارفه اجمع معلش. عيش الغراب بتاعنا كده او الفطر بتاعنا بالشكل ده. هننزل حتى الصوص بتاعه، ما نسيبش اي حاجه فيه. هو اصلا الفطر لوحده او العيش الغراب لوحده طعمه تحفه بجد. عايزه اقول لكم والله طعمه حلو جدا وهيعجبكم جدا. نقلب بس كويس جدا كده بالراحه ونسيب بقى يتشرب مع بعضه بالراحه خالص كده. مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي بجد. ريحه الثوم كمان مع العيش الغراب حلوه جدا جدا بجد. وابتدي كده اضيف نص الليمونه بتاعتي كده بالشكل ده. ممكن تستغني عن خطوه الليمون بس هي الصراحه بتدي تست حلوه برضه. ما شاء الله الخضار كله مستوي في بعضه وعامل زي الزبده في بعضه كده، جميل جدا. وكده خلاص الخضار بتاعي خلاص بالشكل ده. عايزه اقول لكم الليمونه بتدي مزازه شويه للخضار بتاعي. لو انتي مش حابه تضيفي الليمون مفيش اي مشكله، بس هي بصراحه بتخلي طعمه حلو جدا. خلاص كده انا طفيت عليه، هنبتدي بقى نقدمه مع بعض ونشوف هنقدمه ازاي. وهنا كده حبايبي عملنا شويه سلطه كده مشكلين بالشكل ده. عندي طماطم وجزر خيار كرنب فرنجي، كرنب اللي هو الملون ده، اي حاجه انتوا حابينها. ضايفه عليه كمان بصلايه صغيره جدا وفلفل احمر وفلفل اصفر. عندي دي فص توم كبير كده طحناه في الهون بتاعي. ضايفه عليه شويه ملح شويه كمون شويه فلفل اسود بس، ورشه كاري صغيره. هضيف على الكلام بتاعنا ده عصره ليمونه كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم الدريسنج ده بيخلي طعم السلطه روعه. معلقه كبيره كده خل، معلقه كبيره معايا زيت زيتون كده بالشكل ده. طبعا هي بتنزل واحده واحده يعني كده بالطريقه دي. هندوب بقى كل ده مع بعض كده. عايزه اقول لكم الدريسنج ده فعلا بيخلي السلطه تحفه فعلا بجد. هي طبعا حاطه تشكيله خضار كتيره جدا على بعضها كده بالطريقه دي. كده اضيفها كده عندي بالشكل ده. ريحتها جميله جدا جدا. نبتدي بقى ندوب كل المكونات مع بعض، نقلب كل المكونات بتاعتنا كده. انتوا ممكن تاكلي طبق السلطه ده لوحده كفايه يشبعك اصلا، ما يخليكيش عايزه تاكلي اي حاجه تانية. بس كده خلصت معايا السلطه كده بالشكل ده. ودي كده حبايبي الخضار بتاعي بعد ما خلاص، شايفين شكله روعه ازاي بجد، شكله تحفه. انا مقدماه هنا مع طبق رز ابيض كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم شكله روعه بجد. ومقدمه جنبه سلطه خضراء كده مشكله بجميع الالوان، وعاملين مع بعض بتنجان وفلفل مقلي كده بالطريقه دي. طريقته سهله جدا. يا رب تكون سهله عليكم ان شاء الله. ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الاشعارات ان شاء الله. السلام عليكم.